للشرطة. الكرة تلعب إلى أكرم عفيف. أكرم في انطلاقة، الكرة تلعب تمريرة واصل الهيدوس، العودة إلى أكرم عفيف، السقوط لأكرم والقرار بركلة جزاء من حكم المباراة خالد الطريس. خالد الطريس ربما بحاجة أيضا الهويش للتأكيد على قراره في ظل اعتراض عناصر الشرطة العراقي حول هذا القرار الذي جاء بركلة جزاء للسد بعد الاحتكاك مع أكرم عفيف. شوف اللقطة مرة أخرى، التمريرة باتجاه أكرم عفيف، عادت الكرة لأكرم، التدخل الدفاعي، العرقلة في هذه اللقطة. خالد الطريس لم يتردد بأن يحتسب للسد ركلة جزاء مع هذه الكرة. وفي هذه اللقطة شوف الكرة من جديد، التدخل كلهم بانتظار خالد الطريس ليعطي القرار في تنفيذ ركلة الجزاء. أكرم عفيف، جول! الزعيم السداوي يتقدم عن طريق أكرم عفيف بأول هدف شوط المباراة الأول. أكرم نجح في تسجيل الهدف الأول باللقاء. كرة كانت صعبة على حارس المرمى أحمد باسل، وضعها في الجهة المقابلة. سجل أكرم لفريق أول أهداف المباراة. هذه الإعادة لركلة الجزاء، وهذه تنفيذ ركلة الجزاء من أكرم عفيف. أحمد باسل في اتجاه، وأكرم عفيف أخذ اتجاه آخر ليضع السد في اتجاه دور نصف الهجوم بالنسبة للفريق. مجهودات كبيرة دائما لأحمد فرحان مع الشرطة. عرضية الكرة لمنطقة الجزاء مبعدة من ماتيوس أوريبي، تعود الكرة بتسديد. الله! هنا وقف الصورة، هنا وقف الكاميرا، هنا وقف اللقطة، هنا أمامك أحلى لقطة سجلها الشرطة. 1-1. النتيجة ترجع مرة ثانية للشرطة العراقي بهدف رائع من مسافة بعيدة من يعيدة ونشوفه مرة ثانية في لقطة جديدة. هدف التعادل اللي جاء من مكان بعيد في صورة ولا أروع، في صورة صعبة على مشعل برشم، جاءت في الزاوية الصعبة على مشعل برشم. قلت لك الكرات الثابتة واحدة من الحلول، وهذه الكرة جاءت من مسافة بعيدة. صعبة يا مشعل، صعبة يا برشم، من بعيد أرسلها ووضعها هدف تعادل. أعاد معها الشرطة من جديد في المباراة بنتيجة التعادل. هدف لمثله للشرطة العراقي من مسافة بعيدة. أمير صباح، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى الأوت، رمية جانبية، لعبة الرمية الجانبية، هذه خطيرة، هذه خطيرة. الإنقاذ في الوقت الحاسم، الإنقاذ في الوقت الأخير، الإنقاذ في اللقطة من جديد. الإعادة لتدخل بغداد بنجاح بهذه اللقطة. خالد الطريس هل يرى فيها ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو وفي الوقت الذي السد يستعد لإجراء تبديل؟ نعم. قرار بركلة جزاء، وليس ذلك فحسب. البطاقة ستذهب إلى بغداد بنجاح على التدخل اللي من علامة الجزاء. هل ينجح فيها آسيو محمد؟ آسيو محمد تقدم، آسيو محمد بالضبط لعبها مثل ما لعبها أكرم عفيف، وسجلها مثل ما سجلها أكرم عفيف، وتقدم الشرطة مثل ما تقدم السد. هدف ثاني لصالح الشرطة العراقي. الشرطة يتقدم في المباراة بثاني أهدافه في المواجهة. الشرطة أصبح متقدما على السد. الشرطة يضع قدما على نصف النهائي عبر آسيو محمد، ومن علامة الجزاء يسجل ثاني أهداف فريقه بالمباراة. النتيجة 2-1. شوف اللقطة أمامك، آسيو محمد اللي تقدم وبغداد بنجاح تسبب بركلة الجزاء. ويعاني الأمرين في المناطق الدفاعية ولا يعود في المباراة للتعديل. هذه كرة تسدد إلى رابع. الله 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 الله! الشرطة بالأربعة ما أروعة. الشرطة يتفنن بشباك السد من كل الاتجاهات، من كل حدب وصوب. يقتل مرمى مشعل برشم من كل الاتجاهات برباعية، يصل إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية برباعية رائعة. السد يتقدم بالهدف الرابع، هذه المرة يضيف هدفا رابعا
في المباراة، يتمكن من تسجيله في مرمى السد للمرة الرابعة والمرة الثانية. آسيو محمد يسجل ثاني أهدافه في المباراة ورابع أهداف فريقه في المواجهة. السد انهار، السد انهار. كرة أحمد باسل أخطأ فيها، ترجع لأكرم عفيف استغلها. أحمد باسل اقترف خطأ أتاح للسد أن يقلص الفارق ويصبح على بعد هدفين. برافو بغداد بنجاح، ما كان فيها أناني، على طول فكر بأكرم عفيف لأنه الوقت لا يسمح، الوقت لا يسمح بالنسبة للسد ولبغداد بنجاح بأن يلعب بأنانية في هذه اللقطة. فكر بأسلوب صحيح وبطريقة صحيحة، لعب الكرة لأكرم، أكرم مباشرة في المرمى أتاح الفرصة لفريقه إلى أن يبقى على بعد هدفين في هذه الأوقات.